في قصص بتحصل بتخلي الواحد يقف عاجز أمام حكمة ربنا. فاكرين لما ناس اتريقت واستغربت على حلم الست اللي قالت إن أحمد قال لها على مكانه فين؟ هو أي نعم ملقوه فيه، لكن ممكن يبقى في أي مكان مقارب ليه، وناس صدقت وكتير اتريقوا. القصة دي هتخليكوا تعيدوا التفكير 1000 مرة. دي حكاية منة ولمياء، قصة وجعت قلوبنا كلنا وخلتنا نصدق إن في عالم تاني بيتواصل معانا بطرق أغرب من الخيال. الحكاية بدأت في بني سويف، مركز الوسطى. بنت زي الورد لسه في الثانوي اسمها منة، كانت خارجة من درسها، وقفت على النيل تاخد سيلفي، لكن القدر كان بيخبلها مأساة. فجأة منة زلقت وسقطت في النيل، والمية سحبتها واختفت. 9 أيام كاملة عدت ومفيش أي أثر. كل المحاولات فشلت واليأس سيطر. منة كان ليها بنت عمها اسمها لمياء معوض. لمياء دي كانت متجوزة ومرتبطة بمنة ارتباط روحي غير عادي. في اليوم التاسع ده لمياء نامت، حلمت بمنة نفسها، ومنة في الحلم كانت بتقول لها: تعالي يا لمياء، أنا مستنياكي، اركبي ب2 جنيه وتعالي. لمياء صحت مفزوعة، قالت لأهلها: منة عايزاني معاها وجاية تاخدني. دخلت في حالة تعب رهيبة. للأسف لمياء توفت، ماتت من كتر حزنها على بنت عمها. أخو لمياء حكى عن الحلم ده انتشر، وناس كتير اتريقت عليه أو استغربت، وناس تانية صدقت وحست إن دي إشارة. الخبر وصل لأهل منة، والناس بدأت تركز مع حلم 2 إني. الناس بدأت تفكر وتحلل، لحد ما اتضح إنها معدية على النيل قرب قرية اسمها أطواب. الناس نشدت على منة إنهم يروحوا المكان ده ويدوروا، والمفاجأة كانت الصدمة الكبرى. تاني يوم وفاة لمياء، جثة منة ظهرت على وش المية عند قرية أطواب بالظبط، عند المعدية. والمفاجأة إن المعدية دي من بيت لمياء للقرية التانية كانت بالفعل ب2 جنيه. القصة دي بتثبت إن عالم الأرواح له خصوصياته اللي عقلنا يعجز عن فهمها. رسالة واضحة جت من روح منة لبنت عمها لمياء في الحلم. ربنا يرحم منة ولمياء ويصبر أهلهم، وربنا يرحم أحمد حمدي رزق ويرزقه الجنة ويصبر أهله.